ويا هلا والله، لسه مكملين في سلسلة تعليم افتر افكت، والنهارده هنتعلم مع بعض اهم الافكتات او التأثيرات على افتر افكت اللي هتنقل شغلك 360 درجة، بالذات ان التأثيرات دي تنفع تستخدمها على تكست او صور او ايكون، وهتنقل شكل المونتاج بتاعك خالص. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير، وتنزل تكتب لي تحت كومنت، وهتلاقي لينك الانستجرام في البايو، روح هناك اعمل لي فولو، ويلا بينا نشوف الفيديو. طيب، اول تأثير معانا هو تأثير الفليكر، وبيستخدم اكتر في التكست والكتابة. فاحنا هنشوف دلوقتي شكله هيبقى عامل ازاي، وطريقته سهلة جدا. هنكتب اي حاجة احنا عايزينها، وليكن end. بعد كده هنفتح التكست بتاعتنا، هنيجي عند انيميشن هنا هنخليها اوباسيتي، وهنرجع نخلي الاوباسيتي 0، وهنيجي عند اد هنا نقف عند سيلكتد هنخليها ويجل. بعد كده هنفتح الويجل، وهنا هنخليها وليكن 5. شوف بقى شكلها عامل ازاي. ده تأثير الفليكر. زمان كانوا بيستخدموا الكي فريم عشان يعملوا الحركة دي أو التأثير ده، فدلوقتي بقى دوسة زرار والموضوع بقى سهل جدا. التأثير التاني بيستخدم أكتر للأيكون، وبيبقى يعتبر زي 3D كده، بيخلي الأيكون كأنها 3D بس ما بتحتاجش فيها أي حاجة من حاجات ال 3D. هننزل الأيكون بتاعتنا، خلونا نمسح التكست. بعد كده هنيجي هنا ونكتب ألفا، وهنسحب البيفل ألفا، هنخليها وليكن 20 عشان تبقى معانا بالشكل ده. ممكن طبعا نزود او نقلل على حسب التأثير. بعد كده هنرجع تاني عند افكت، هنكتب دروب شادو، وهنسحب الدروب شادو، وهنخلي برضه الدروب شادو وليكن 30-50. خلونا نشيل الباك جراوند، فده هيبقى شكل الافكت بتاعنا كده. الايكون تحس ان هي بقت مجسمه و 3 دي، بس من غير ما احنا اصلا نضيف لها اي حاجه لل 3 دي. بتبقى طريقه سهله برضه سريعه، وما بتحتاجش منك مجهود، وما بتحتاجش ان انت تبقى جامد في افتر افكت. طيب، التاثير التالت اللي معانا هو تاثير الايدج، وده بيستخدم اكتر للصور والفيديوهات اللي بتحب ان الحواف بتاعتها تبقى ناعمه وما تبقاش شرب. فخلونا نشوف شكلها برضه هيبقى عامل ازاي. وليكن دي الصوره بتاعتنا. خلونا نمسح الايكون، هنرجع عند افكت، هندوس اتش، نبقى بعد كده نظبط الابعاد بتاعتنا. ده بيكون شكلها، بتدي للصورة زي مجسم، بحيث ان الحواف بتاعتها تبقى ناعمة وما تبقاش شرب قوي. وبتستخدم اكتر للصور والفيديوهات اللي بتبقى مثلا وليكن ماتيريال بتظهر فوق الفيديو، فانت مش عايزة تبقى الحواف بتاعتها تبقى شرب قوي او تبقى حد. التأثير التالت، وده بيستخدم على اي حاجة سواء تكست او ايكون او صور او فيديوهات، وهو تأثير اللايتنج. هنيجي هنا عند افكت، وهنكتب لايت، هننزل تحت لحد ما ندور على سي لايت سوايب. بعد كده هنسحبها نحطها على الصورة بتاعتنا، تظهر معانا بالشكل ده. نقدر نزود الحدة بتاعتها. بعد كده هنسحب اللايت بتاعنا، نخليه مثلا يخرج بره الفريم بتاعنا، وهنرجع عند الكنترول هنا، هنحط كي فريم، ونرجع مثلا نطلع قدام شوية وننزل اللايت بتاعنا، فهيبقى معانا بالشكل ده. التأثير الرابع هو تأثير الجلو، وطبعا كلنا عارفين الجلو، بس هو في افتر افكت بيبقى ليه تأثير اكبر عن بريمير عامة، وبيبقى ليه برضه استخدامات اكتر في افتر افكت عن بريمير. فخلونا نكتب جلو، هنسحب الجلو بتاعنا نحطه على الصورة، هيبقى معانا بالشكل ده. هنرفع فوق شوية هيقل معانا، فاحنا ممكن نظبطه بس لحد ما يخلي النار تبقى منورة وما تبقاش اوفر بالشكل ده. ودي كانت كل حاجه للنهارده، يا رب اكون قدرت افيدك واوصل لك المعلومه. ولو استفدت ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير، وتنزل تقول لي رايك تحت في الكومنت، وما تنساش تروح هناك الانستجرام لو عندك اي سؤال حابب تقوله لي. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.